السلام عليكم خوتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد ونهار جديد. اليوم غنعدل لكم بسطيله ديال الحوت. راني عارفه باللي كاين بزاف ديال الناس كتفشل ليهم بسطيله وكيقولوا صعيبه وكتاخذ وقت، ولكن اليوم جبت لكم طريقه سهله وبسيطه. حتى الا كنتي اول مره غتعمليها فراه غتنجح معاك ان شاء الله. غنشارك معكم جميع الاسرار والخطوات من الاول حتى الاخر. داكشي علاش بقاو معايا باش تشوفوا كاع التفاصيل والاسرار، وباش ما نرونوش الكوزينه ديالنا ونستعملوا بزاف ديال المواعن. فاحنا غادي نبداو باول حاجه اللي هي الشرموله اللي غنستعملوها في جميع المراحل. غنحتاجو في الشرموله ديالنا واحد كميه من الربيع، قزبر ومعكنوس. غنحتاجو واحد 7 ديال فصوص الثومه، واحد نص ليمونه مصيره مقطعه، كذلك واحد نص حامضه غنعصروها ونستعملو غير العصير ديالها، 2 معالق تقريبا ديال الهريسه، زيت المائده وكذلك زيت الزيتون. اما بالنسبه للتوابل فاحنا غنستعملو غير شويه من الكمون، التحميره كذلك والابصار مع الملحه. واذا بغيتو تقدروا تستعملوا شويه من التوابل ديال الحوت، انا ما استعملتهاش. بالنسبه لهاد الشرموله هي اللي كنشحروا فيها الحوت ديالنا، كروبيت، كالامار، اي نوع من الحوت كان عندكم، كذلك لي شامبينيو حتى الشعريه. يعني ملي كنبداو بها في الاول ما غاديش تحتاجوا من بعد في كل مرحله انكم تقطعوا ليها الربيع والثومه وتعاودوا الاقامه. فمن الاول كنعملوا شرموله وحده هي اللي كنستعملوها في البسطيله ديالنا كلها. كنزيدوا شويه ديال الزعتر على الشرموله ديالنا حتى هو راه كيعطي مذاق مزيون في الحوت، وواحد 2 معالق من الصوص ديال الصوجه. انا كنستعمل الصوص اللي داكنه، هي اللي كتجي مزيونه. هنا عملت شويه ديال الماء سخون، غنعمل فيه واحد 4 ديال الوريقات زيت الناموسه، وغنعمل فيه الكالامار ديالنا يتسلق شي شويه. اما بالنسبه للشرموله كنكملوا عليها، غادي نضيف لها واحد شويه ديال الماء وغادي نطحنها في الهشوار ديالي. وهذه هي الشرموله ديالنا راها واجده. الان نقدروا نستعملوها. الكالامار ديالي كنخليه غير واحد 5 دقائق، كما كتشوفوا راه طلع الغليه غلا مزيان. غنحيدوه وهنا غنبداو نشحروا الحوت ديالنا. غنعمل واحد معلقه ديال الزبده، نزيد لها شويه ديال الزيت، خلطه عملت بين زيت الزيتون وزيت المائده، وغناخدو 2 معالق من الشرموله ديالنا، غنخليوهم يتشحروا مع بعضياتهم وغنضيفوا ليهم الكروبيت. بالنسبه للكميه ديال الحوت تقدروا تستعملوا الكميه اللي كانت عندكم متوفره والنوع اللي عندكم متوفر. هي الكروفيت ديالي راها تشحرات، غادي نحطها هنا في الصحفه ديالي، وفي نفس المقله غنعاود نعمل معلقه ديال الزبده وشويه ديال الزيت و2 معالق من الشرموله كذلك، وغادي نشحر فيهم الكالامار. ما غاديش نحتاجو نبقاو نغسلو المقله ديالنا في كل مره، حيت حنا كنشحروا فيها غير السمك وبسطيله ديال السمك. بالعكس الكالامار ديالنا هنايا غادي نخليوه يتشحر حتى هو واحد ديال 5 دقائق كما كتشوفوا، ومن بعد غنحيدوه حتى هو في نفس الاناء. وهنا في الطنجره ديالي انا الكروبيت اللي كنت قشرت القشور ديالها غليته واستعملت الماء ديالو. هو فاش غادي
سلق الشعريه ديالي. انا استعملت الشعريه ديال الرز، هي اللي كتبقى مزيونه. وهنا كذلك في هذه المقله عملنا معلقه ديال الزبده والزيت، وزدنا له الشرموله ديالنا. غنعملو هنا شامبينيون نوار. شامبينيون نوار ديال الاستعمال ديالو كنعملوه في الماء سخون واحد المده ديال نص ساعه حتى كيتنفخ لينا. من بعد غنشفوه من الماء، نستقطروه وغنقطعوه طريفات صغار، عاد نشحروه. اما هنا فغادي نقومو كذلك بالتشحير ديال الشعريه ديالنا. ضفنا باقي الشرموله اللي كانت عندنا مع الزبده والزيت، وعملنا فيهم الشعريه ديالي. وهادو هما المكونات اللي استعملت انا في البسطيله ديالي. نتوما بامكانكم انكم تزيدوا انواع اخرى ديال الحوت، وكذلك تقدروا تستعملوا شامبينيون فري، شامبينيون معلب، تقدروا تستغناو على شامبينيون نوار. هذه حريه الاختيار ديالكم، غتستعملوا داكشي اللي عندكم موجود واللي غادي تقدروا عليه. الانسان هو يحيد الشهوه ديالو فقط، مي كتجي لذيذه ومزيونه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتستقليكم مزيونه وتردوا عليا في التعاليق. وكذلك كنتمنى الناس اللي يدخلوا جداد للفيديو وتفرجوا الفيديو انهم يشتركوا معنا في القناه ديالنا. قناه مازال جديده ومازال عاد كنبنيها ان شاء الله. اكيد غادي يكونوا وصفات جداد، وصفات كثيره، يكفي انكم تدعمونا فقط. وهنايا خدينا الورقه ديالنا، عملنا ليها شويه ديال الزيت وفرشناها في الصينيه ديالنا. خدينا الصينيه مربعه، انا خديت صينيه مربعه عملت فيها 4 ديال الورقات، كندهنها بالزيت طبعا. ومن بعد عملت ورقه واحده في الوسط، وغادي نكب الحشوه ديالي. غنحاول نبريسيها مزيان ونعوضها. كذلك غادي ناخذ الورقه ونبقى نجمعها بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. اما بالنسبه شويه ديال الورقه اللي كتبقى لي في الوسط، فهذيك غادي نحيدها بالموس او بالمقص باش هيدا ما تبقاش مجمعه بزاف وتجيني ورقه كثيره في البسطيله. انا دهنت بالزبده والزيت، نتوما تقدروا تستعملوا غير الزبده او الزيت كذلك. اما هنا ملي ساليت التجميعه ديال البسطيله ديالي، غادي ناخذ واحد الورقه ونعملها من الفوق، كذلك نبقى نجمعها نلمطها من التحت وندخل الجنابات ديال الورقه تحت البسطيله. وهنا غادي ندهن البسطيله ديالي كلها بالبيض باش غنزينها بالورقه اللي شاطت لي. البيض كنستعملو باش هيدا ملي ندخل البسطيله للفران ما تحيدليش الورقه اللي من الفوق، غتبقى لاصقه. كيف ما كتشوفوا خديت نص ديال الورقه، حاولت انني نجمعها بالطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو وحطيتها على البسطيله ديالي. كنظن ان الطريقه واضحه في الفيديو. غنبقى في كل مره ندهن ما بين الورقه والورقه بالبيض باش هيدا غادي تلصق. وهنا كيف ما كتشوفوا البسطيله ديالي راه ساليت لها التزيين ديالها. ملي ساليتها كلها دهنتها بالزيت والزبده اللي كانت بقات لي، زدت عليهم شويه ديال الزوجه وشويه ديال الهريسه باش هيدا كتحمر لينا في الفرن. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا. نتمنى انه يعجب لكم، وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم.